ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. مساء الخير على حضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير. معلش يا جماعة طلعنا كتير النهاردة ومسألة الدنيا مستمرة، ولكن المواضيع بتيجي ورا بعضها. هعمل ايه؟ مش بإيدي، يعني مش بإيدي. دلوقتي الموضوع مختلف جدا. يعني المستشار مرتضى منصور يؤكد اني عفركوش حاجة مؤكدة تماما، طلع أكدها من شوية على قناة نادي الزمالك قناة نادي الزمالك، وان ده موجود، واني برضو في ماتش المحله سبب هزيمه الزمالك من المحله برضو عفركوش والحاجات اللي معموله، والكره مش عايز تخش بسبب ان عفركوش مانع نادي الزمالك ان هو يسجل اهداف في ماتش الاهلي وفي ماتش المحله وكل الماتشات. هسمعكم بقى المكالمه اللي بيقول عليها المستشار مرتضى منصور انها وصلت الى النادي، وصلت لكابتن اسماعيل يوسف عشان يوصلها للمستشار مرتضى منصور، وبيقول ان المكالمه ديت مصدقه. يعني هو طلع بنفسه اتكلم عليها ان الحاجه دي منتشره، وان الشيخ دوت بنفسه تواصل، وان الحاجه دي حصلت، وادي الشيخ بنفسه تواصل مع المستشار مرتضى منصور ومجلس اداره النادي من اجل ان هو يوضح ايه. تعالوا نسمع المكالمه الاول اللي حصل بها التواصل مع مجلس الاداره مع الشيخ ده، وبعد كده نعلق. انك تبقاش قادر تمسك نفسك من الضحك. والله العظيم فعلا. اتفضل يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن اسماعيل معاك الشيخ صالح، عايز يتكلم معاك وعايز يسلم عليك اسمه الشيخ صالح. بحب انا الاسامي اللي فيها تقوى دي، صالح وحاجات حلوه كده، تمام، وليه علاقه بقى بايه؟ بعفركوش ما علينا. الوضع ان شاء الله. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك صالح السوداني من يا شيخ صالح انت محتاج تشرب حاجه عشان زورك، ما علينا، مش قادر امسك نفسي. كمل يا باشا. من كسلة. السودان. ان شاء الله تكون بخير وامان. هذا النادي بتاعكم خربان 2 3 بي تي. ايه النادي بتاعنا خربان ايه؟ ثواني بس. لا ما انا والله العظيم اول مره اسمعها دلوقتي. معلش انا ارجع الحته دي تاني. 3 تي بي ايه؟ النادي بتاعكم خربان 2 3 بي تي. 2 3 بي تي. النادي بتاعنا خربان 2 3 بي تي. 2 3 بي تي. هو الكلام لما يبقى يعني غريب كده، ده معادله كيميائيه ديت في الناس بتاعت الكيمياء. 2 3 بي تي يعني ايه؟ مش فاهم. لازم الكلام يبقى غريب كده عشان يبان ان هو ايه، تصدقوا. كلام انجليزي، الشيخ بيكلمنا انجليزي. النادي خربان يا جماعه 2 3 بي تي. بيس يا مان بيس. 2 3 بي. ايه علاقه بي مع 2 3 4 بقى؟ لا تي بي. كمل يا شيخ صالح. وخربان خربان 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 للنهاية. للنهايه. ان شاء الله لو قعدت جنبينا 5 دقائق الامور تتصلح من عند ربنا. الشيخ صالح هيجي 5 دقايق يخلص القصه كلها. يعني هو بيقول لك النادي خربان 3 2 بي تي بي تي تي بتربت تي، وخربان خربان خربان للنهايه. لكن الشيخ صالح الوحيد اللي هيجي في 5 دقايق عفركوش اول ما هيلمحه وهيقوم مفلق. طب امسك نفسك شويه. بتضحك على ايه؟ مش عارف. يا جدع امسك نفسك. مش قادر بجد. امسكها معايا. مش من عندنا والله. حزنين السودانيين امبارح لما جابوا فيكم 3-0. انت بتحفل علينا ولا ايه؟ مش فاهم يعني. انت في حاجه حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجه عايزها مني؟ احنا عارفين احنا خسرنا، لازم النتيجه. احنا حزنانين لما جابوا فيكم 3-0. كمل يابا. ان شاء الله تتعوض باذن الله. ان شاء الله يا شيخ. اسمع بقى اللي جنبه دوت. بص بيقول له ايه، بيمليه. بيقول له قول له ان في سحر من الاهلي. بص تشغيل الدماغ. انا ارجع لك تاني. باذن الله تتعوض. ايه في شغل كتير، شغل مقفله عليكم السبع ابواب. الدنيا متقفله علينا السبع الابواب. مش محتاجه حاجه يعني. كمل يا حاج. من الاهلي. من الاهلي تاني بيمليه يا جماعه. مش سامعين صوت التاني؟ هو اللي بيمليه بيقول له كذا، فالشيخ تقريبا بينسى. اسمع كده. من الاهلي. لان معلش عفوا معهم 2 نماريد من السودان من الخرطوم. العب. الاهلي معاه 2 نماريد. ده نمريد دوت اللي هو جمع مارد يعني. نماريد سودانيين من الخرطوم. احنا هنضحك ضحك مش ضحك. نماريد راح جابهم من السودان، استوردهم ولا ايه؟ والاهلي اللي جابهم جاب 2، ما جابش 1 ليه؟ طب 1 يسد
واحد يسد بس 3 بي تي اف جي. كمل، ده الاهلي ده جامد جدا. طب والاهلي لو معاه 3 بي تي اف جي واي زد دوت يعني، طب ليه السنه اللي فاتت ما خدش كاس العالم للانديه وما خدش افريقيا؟ ده طلع وصيف السنه اللي فاتت. قول انت بقى. من الخرطوم. اوه جاب المماريد دول من الخرطوم، ما مش ينفع من اي حته تانية. تمام يابا. شغالين معاهم في النادي، بينظفوا النادي مع الاهلي وبيشوفوا بيسقوا الزرع وبتاع. اتفضل يا باشا. يعني ياكل كل واحد ورزقه. رزقهم بيسترزقوا. لما بيخلصوا شغلهم الصبح كده ونماريد بالليل بيشجوا طريقهم. كل واحد ورزقه يا شيخ. صح. في الدنيا انت عاوز تقعد جنبينا احنا خدامين. مش هيقعد معاك، يقعد جنبك. الشيخ عايزه الاداره تيجي تقعد جنبه، بيقول لك يعني شوف انتوا عايزين امتى تيجي تقعدوا جنبينا وتمشوا، ما ينفعش نيجي نقعد معاك. يعني ياكل كل واحد ورزقه. طبعا يا شيخ. كل واحد ورزقه. وشوف الدنيا انت عاوز تقعد جنبينا احنا خدامينك. الله يخليك يا شيخ. ايه ده؟ هتخليني اضحك. العقلاء اشتاتا اشتوت. ده كان في اغنيه للنجم الكبير احمد زكي كان بيقول لك اتضرب بندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. ايه عباسيه. عباسيه مش عايزه مش ناقصه تلميذ. ده احنا فينا اللي مكفينا. انا اهون عليا تقول لي احنا ضايعين ولا انك انت تسمعني الكلام الغريب ده. يذكر ان قبلها في الفيديو شكله هيطول، معلش اعذروني بقى. يذكر ان في عام يعني من حوالي تقريبا 2-3 كان نفس الكلام ده اتقال عن المدير الفني. واعذرني يا سياده المستشار لان انا بحاول اعمل ربط عشان عايز اقتنع باللي حضرتك بتقوله، لكن انا برضو بحكم عقلي علشان نوصل لحل مع بعض. نفس الكلام ده اتقال على مين؟ فايلر، بتصريح من المستشار مرتضى منصور من 3 سنين على فايلر المدير الفني التاريخي والجامد جدا اللي مشي في 2020 تقريبا من النادي الاهلي. تعالوا نسمع كان المستشار قال ايه عليه قبل كده برضو. فايلر ما كانش يعلم بالبدايه يا بيه ولا مصدق نفسه. وكل جون عايزك تبص لسيد عبد الحفيظ. احنا كل ماتش كده. طب ونعمل ايه؟ الحل طب هو ربنا بقى. ده كفر اللي بيحصل ده كفر. اسمه كفر. ربنا يكون في عوننا يا ريس بس برضه انا معاك. عايز تشوف اللعيبه؟ واحد يكون كام مره؟ هو جون كام مره؟ وضرب جزاء ما شافهاش. وماتش فات ما شافهاش. ليه؟ لانه كان دي من زمان كرة احمد سمير تتحسب بتاعت ماتش الجيش. كرة احمد سمير اللي ما فيهاش اي حاجه اصلا اتحسبت علينا. احسن حاجه ان في واحد عمال بيسخن مع نفسه ناحيه ثانيه. ليه ما تتحسبش؟ ليه؟ هو ده اللي بقوله له يا راجل. النهارده 3 دقايق وقت اسمع بقى الحته دي. كوف اللي بيعملوا سيد عبد الحفيظ ممدوح عباس والعتال كوف وادي الشاب. ثواني بقى، ممدوح عباس وسيد عبد الحفيظ والعتال ده هم في 2 ما لهمش علاقه بالناحيه الثانيه يعني، بس هم كلهم مع بعضيهم مع ريني فايلر. بص بقى المستشار هطلع ايه. شبكه مقفوله ايه في الملعب. شبكه مقفوله في الملعب. المستشار بعد اذن سيادتك الحاجات ديت انا عمال اقررها نخرج منها لان الحاجات دي يعني هتلبشنا كلنا وبتاع. 2 مردة من الخرطوم هناك والاثنين اهلاويه وبيقول لك الراجل الشيخ بيقول لك يعني ايه بيسترزقوا 2 مردة بيسترزقوا. السلام عليكم يا جماعه، ربنا يهدي الجميع والحاجات ديت هتضيعنا. يا قلبي